وجه عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق رسائل خاصة لسالم الشمسي مالك نادي بيراميدز، وده بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم قدام مازيمبي بنتيجة 3-0 في بطولة دوري أبطال إفريقيا وتوديعه رسميا البطولة. وقال مرعي في تصريحات تلفزيونية: الناس خدعتنا في نادي بيراميدز، أنا شايف في أشخاص استولت على النادي وقفلت على نفسها واخدين سكة لوحدهم وبعيدين تماما عن منظوم كرة القدم. انتظرنا نشوف جديد لكن مفيش جديد. كل الشكر لسالم الشمسي مالك النادي، هو ما بيبخلش بأي شيء عليه، لكن لازم يبقى في تغيير للهيكل الإداري للفريق. أنا بشعر إنه مفيش أي حماس سواء لدى اللاعبين أو ثواب أو عقاب. القصة مش إني أتعاقد مع لاعب ب100 مليون جنيه والفريق ما بيفوزش بأي بطولة وملوش أي شكل ولا شخصية ولا مستوى ثابت. يعني من الآخر كده مفيش رؤية ولا تخطيط لنادي بيراميدز. لازم يبقى في تغيير في استراتيجية الفريق، وإن يبقى في وقفة بعد الخسارة وتقييم للجميع، وإن تكون هناك قرارات صارمة عشان دي تبقى نقطة تحول للنادي يقدر من خلالها يحقق بطولات. انت ايه رأيك بقى في كلام كابتن عصام مرعي؟ قول لنا في الكومنتات.